القرآن الكريم يمر ب5 مراحل لدى الخطاط في كتابته للقرآن الكريم. نتعرف على هذه ال5 المراحل. المرحلة الأولى، الخطاط هو الشيخ عثمان طه سوري الجنسية. المرحلة الأولى يقوم بكتابة القرآن الكريم على لوحة طولها 1 متر في 70 سنتي، ثم يقوم بكتابتها بهذه الطريقة. هذه المرحلة الأولى، كتابة القرآن الكريم عبارة عن كلمات خالية من النقاط ومن التشكيل. فإذا انتهى من المرحلة الأولى تعرض على لجان التدقيق والمتابعة والمراقبة للتأكد من سلامتها، وإذا كانت سليمة ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي عبارة عن كتابة النقاط في القرآن الكريم. هذه المرحلة الثانية، ثم بعدها تعرض على اللجان أيضا للتأكد من سلامتها، وينتقل بعدها الخطاط إلى المرحلة الثالثة، وهي أصعب المراحل على الخطاط ولجان المراقبة والمتابعة، وهي عبارة عن كتابة الشكل في القرآن الكريم كما ترون. أيضا تعرض بعد ذلك على اللجان للتأكد من سلامتها، ثم ينتقل إلى المرحلة الرابعة، وهي عبارة عن كتابة علامات الوقف والابتداء في القرآن الكريم، وتعرض أيضا على اللجان، وينتقل إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، وهي عبارة عن كتابة علامات الآيات والأحزاب والأجزاء والسجدات كما ترون. وبهذه ال5 المراحل يكون انتهى الخطاط من كتابة المصحف الشريف بهذه ال5 المراحل. وبهذه ال5 المراحل يأخذ المصحف الواحد من الخطاط 2 كاملتين على هذه ال5 المراحل، وأيضا على التدقيق والمتابعة والمراقبة. انتظرونا قريبا في صروح قرآنية على قناة أهل القرآن الفضائية.